احنا قلنا ان سيدنا عبد الله ما كانش قادر يخطب السيدة آمنة او يتقدم لخطبتها، طبعا في قصة نذر عبد المطلب، وكتير منكم سألني عنها امبارح فاحنا هنتكلم عنها النهارده. طيب ايه هو اصلا نذر عبد المطلب ده؟ تعالوا نشوف سوا. عبد المطلب كان هو امير مكة، وكان هو المسؤول عن سقاية الحجاج في مكة، لكن الوقت ده كانت المية فيه قليلة، وفكر عبد المطلب كتير في الحجاج واللي بيعانوا من مشقة السفر وقلة المية، ففضل يفكر فيهم كتير، وجه في دماغه بئر زمزم اللي اتفجرت من زمان لجده اسماعيل، وكانت بتسقي الحجاج، وهي اصلا اللي جلبت الاقوام لمكة. ومن هنا بدأ يفكر فيها، وفكر فيها ليل ونهار. تذكر ان في قبيلة ردمت بئر زمزم لما اجبرت على الخروج من مكة، وتمنى ان هو يلاقيها، وفضل يفكر ليل ونهار في الموضوع ده لحد ما ربنا ألهمه انه يروح يحفر في مكان معين عند الكعبة. المكان ده بين صنمين، أساف ونائلة، وطبعا قريش اتجننت ومرضتش تخليه يحفر في المنطقة دي، وراحوا ان هم يضربوه. ووقتها ما كانش عنده غير ابنه الحارس بس اللي قال له امنع قريش عني، لكن ابنه وقتها كان وحيد وما كانش قادر على قريش، عمل اللي هو عايزه وبعد قريش عنه لحد ما حفر عشان نسمع صوت عبد المطلب جاي من بعيد بيقول الله اكبر. فهنا عرفت قريش ان هو بلغ مطلبه، هو لقى بئر زمزم، وراحوا عشان يتقسموا فيها ويقولوا له ان دي بئر سيدنا اسماعيل جدنا وان احنا كلنا لينا فيها. في الاول اختلفوا، لكن بعد شويه قرروا ان هم يعملوا قرعه ان للكعبه هيكون ليها سهمين، ولعبد المطلب سهمين، ولقريش سهمين. وكرروا التجربه كتير، وطلع قطح الكعبه من ذهب، وطلع قطح عبد المطلب على السيوف والدروع، لكن قريش ما طلع لهاش اي حاجه. ومن وقتها اقام عبد المطلب على سقايه الحجاج. وفي الوقت ده كان الناس طلب حس ان قريش مستضعفاه، فنذر ان هو لو بقى ليه 10 اولاد هيذبح احدهم وهو شاب عند الكعبة. عشان نروح في يوم من ايام شهر جمادى الاول قبل البعثة بحوالي 41 سنة، عشان قريش كلها تتفاجئ ان عبد المطلب خرج باولاده ال10 تجاه الكعبة، وكل واحد فيهم شايل سهم عليه اسمه. عشان تنتشر الاخبار بعدها بشوية اختارت عبد الله ذبيحا، وكله اتخض طبعا واترفض ان يتقتل زينة شباب مكة، واخواته البنات فضلوا يبكوا. خد عبد المطلب ابنه من ايديه وفي ايده التانية الشفرة، واتجه بيه على اساف ونائلة عشان يذبحوا هناك. كل الرجال اللي في مكة طلعوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل لسيد رجال مكة. آمنة نفسها تطلع معاه، بس حتى لو طلعت هي مش هتقدر تلحقه. وجي معاه بالليل بصيص امل لآمنة. سمعت الراوي بيحكوا يقول ان عبد المطلب لما كان خلاص هيقتل عبد الله، رجال قريش قاموا وقالوا له ماذا تريد؟ قال لهم افي بنذري. فقالوا له اتقتل زينة شباب مكة؟ وقام المغيرة بن عبد الله المخزومي امسك بايد عبد المطلب وقال له مش هتذبحه حتى لو كان فداؤه مخزون فلوسنا كله، وقال له خد ابنك وروح بيه لعرافة خيبر واسألها، لو قالت لك اذبحه خلاص اذبحه، لكن لو قالت لك حاجة تانية اسمع كلامها. وخد عبد المطلب ابنه عبد الله وراحوا لعرافة خيبر، والناس كلها كانت بتدعي لعبد الله. وبعد رحيلهم كانت أندية قريش فاضية، وقريش كلها بتدعي ان عبد الله يفتدى، وما كانش فيه اي حد في البيوت، وشبه توقفت الحياة في مكة الفترة دي لان ما كانش موجود لا فتاها ولا سيدها. بعد حوالي 20 يوم بان غبار جاي من الطريق بيدل ان في قافلة جاية تجاه مكة. طلع الشباب على رؤوس الجبال عشان يشوفوا مين اللي جاي، لكن هم اتفاجئوا ان القافلة اتجهت نحو الكعبة. مش وقت كان كل رجال قريش في الكعبة والموالي بيحدثوا النساء عن اللي حصل مع العرافة والنذر، فسألتهم ايه الدية اللي هيدفعوها كام يعني؟ قالوا لها 10 من الابل. قالت لهم خلاص اطلعوا بيه عند الكعبة واعملوا سهمين فيهم نار، حطوا الجمال في ناحية وعبد الله في ناحية، اطلقوا السهام، ولو السهم اتجه على عبد الله نزود الجمال 10. وبالفعل فضلوا يعملوا كده، والسهم يختار عبد الله لحد ما وصل عدد الجمال 100 جمل. وبكده هيكون ربنا راضي عنكم ونجا صاحبه. كل شويه بتسمع السيده امنه ضجه عاليه جدا عشان تتفاجئ ان جماعه من القوم جايين ناحيه بيتها، والضجه كل شويه بتقرب. معاهم جماعه من هاشم وقريش بيقتربوا ناحيه بيت سيد زهره، معناه ان عبد الله نجا. فقامت السيده امنه لابوها عشان تساله ازاي كانت النجاه، عشان تتفاجئ ان هو على الباب بيستقبل الضيوف.